أحداث حقيقية. هنروح لقصة الدنيا مقلوبة حرفيا بسببها. فين؟ في الجزائر. حدث كل الصحف والأخبار بتتكلم عنه. شاب اسمه عمر بن عمران اختفى من أهله سنة 1996. في الفترة دي كانت حوادث الإرهاب والخطف منتشرة جدا. أهل الشاب ده افتكروه إن من ضمن اللي اتقتلوا أو اتخطف. فضلوا يدوروا عليه في كل مكان ممكن يكون فيه، بس مفيش أثر. فقدوا الأمل إن هم يلاقوه وقالوا ربنا يعوضنا بقى. بعد مرور 28 سنة ظهر عمر بن عمران تاني، وبيكتشفوا إنه كان موجود في مكان محدش أبدا ممكن يتخيله، وفضل في المكان ده 28 سنة ما بيتحركش. إيه اللي حصل؟ وإيه القصة بالظبط؟ وعلاقتها بتسليط الجن والسيطرة على البني آدمين؟ طب تعالوا نعرفها سوا. البداية زي ما قلنا كانت من 28 سنة. عمر اختفى بدون أثر تماما. وقتها كان عنده 16 سنة بس، وكان معروف إنه شاب طيب ومحترم ومؤدب، وكان بيدرس في بلد تانية غير بلده، وعشان كده كان بيضطر يسافر من بلده لهناك علشان المدرسة والدراسة عموما. وفي يوم من أيام سنة 1996 راح الدراسة بتاعته ومرجعش. يدوروا عليه مش لاقيينه. أهله قلبوا عليه الدنيا هنا وهناك، بلغوا الشرطة، دوروا في المستشفيات، سألوا كل اللي ممكن يكون ليه علاقة بابنهم، بس للأسف محدش عارف هو راح فين ولا حد شافه. اختفى تماما لحد ما قالوا خلاص ابننا ضاع، واتقال غالبا تم قتله. أمه ماتت سنة 2013 من الحزن عليه، وفضلت طول السنين دي تبكي على ابنها، بس كانت تقريبا هي الوحيدة اللي كانت مصممة دايما وبتقول لهم ابني عايش، ابني ما ماتش. أنا أرفض تماما إنكم تقولوا إنه مات، أنا حاسة إنه قريب مني كمان. وتمر الأيام والسنين لحد ما يكملوا 28 سنة. وفي يوم واحد كتب على فيسبوك وبيقول: عمر بن عمران اللي ضايع ومختفي من سنين طويلة عايش، وفي شخص اسمه بن عطية خطفه وحبسه في حفرة. المخيف والمرعب إن بن عطية ده هو جار عمر، راجل عنده 60 سنة وعايش لوحده، وساكن في بيت قريب وبينه وبينهم 50 متر بس. لما البوست على الفيسبوك انتشر، الناس بلغت الشرطة اللي جت وحققت، واكتشفوا إن اللي كتبت المنشور أو البوست ده واحدة قريبة من قرايب بن عطية، أيوة من العيلة، وإنها كتبته بسبب خلافات بينهم، وده اللي خلاها تعترف عليه وتكشف السر. الأهالي عملوا إيه؟ دخلوا بيت بن عطية ده وفضلوا يقلبوا ويدوروا في كل حتة، بيدوروا على أي أثر يلاقوا بيه عمر. واحد من الأهالي قال: أنا هدخل الحظيرة، أو المكان اللي بيربوا فيه المواشي والحيوانات. وهناك كانت المفاجأة والصدمة. لقوا تحت كوم من القش حفرة، وفي الحفرة دي لقوا عمر موجود. كان شكله مخيف، دقنه طويلة جدا، قاعد ما بيتحركش وما بينطقش ومستسلم تماما. الناس بقت تهلل وتصوت وتصرخ ومش فاهمين في ايه. عمر ما بيتحركش، ما بيتكلمش. مدوا ايديهم وشدوه من الحفرة. اول لما خرج من الحفرة بدأ يتكلم، وكأنه كان أخرس في الحفرة وما بيتكلمش، واتكلم لما خرج منها. كأن الحفرة كانت مسيطرة عليه، أو عاملاله سحر، أو فيها عفاريت أو جن مسيطرين عليه جوه. بمجرد ما خرج من الحفرة رجع لطبيعته من جديد. الناس اكتشفوا إنه كان محبوس في الحفرة بقاله 28 سنة، وجاره بن عطية حاول يهرب. تم القبض عليه وتم تسليمه للشرطة. اللي جه في التحقيقات يا جماعة بعد كده مخيف. بن عطية خطف عمر بقاله 28 سنة، وعمر قال إنه كان بيشوف أهله أحيانا من ورا شبابيك ومن ورا قضبان، وإنه كان بيشوف أبوه وهو رايح المسجد، وعارف إن أمه ماتت، وكان بيشوف كل ده وبيتعذب ومش قادر يخرج. في مرة طلب من بن عطية مصحف علشان يقرأ فيه. قال له: ممنوع إنك تقرأ قرآن تماما، ممنوع تذكر ربنا. عمر بيقول: ما كنتش بعرف أقرأ آية حتى واحدة من القرآن، ولا حتى في سري. كل الآيات وكل القرآن اختفى من دماغي تماما. عمر قال كمان: كنت كل ما احاول انادي على حد من اهلي او استغيث او اصرخ او اقول لهم الحقوني واحاول اخرج من الحفرة ما اقدرش. كنت حاسس اني مربوط في الحفرة بايديا ورجليا ومش قادر اخرج منها ومش قادر اطلع منها.
كنت لما احاول انادي على حد لساني يقف ما يتكلمش. كنت مربوط في الحفرة، مربوط ولكني مش لاقي الحبال اللي ربطاني، مربوط ومش عارف ايه اللي ربطني، حاجة منعاني اخرج من الحفرة او حتى اتكلم. المرعب في القصة دي ان بن عطية اللي خطفه بيقولوا انه سيطر على عمر من خلال السحر الاسود، وسلط عليه نوع من انواع السحر التسليط والسيطرة، وسلط عليه جن علشان يفضل محبوس في الحفرة، لا يقدر يخرج منها ولا يقدر ينادي حتى على اي حد يلحقه. بيقال ان عمر انسان زوهري، وزوهري دي احنا شرحناها قبل كده، بفكركم بيها مرة واتكلمنا عنها ملف كامل. الانسان الزوهري ده من النوع اللي بيتقال عليه زوهري، موجود في كف ايده خطوط مختلفة غير الخطوط اللي في ايدينا. والانسان الزوهري ده العلاقة بينه وبين الجن بتكون مختلفة تماما. بتقدر من خلال دمه انك يكون ليك سيطرة على الجن، تقدر تسيطر عليه وتقدر تسخره بمليون شكل ومليون طريقة. علشان كده المجرم بن عطية خطفه علشان يقدر يتواصل مع عالم الجن ويستخدمه في أمور السحر والجن. وبيقال إن بن عطية كان بيقدم قطرات من دم عمر كقربان للجن. بيقال إن الموضوع تم بأكتر من شكل، كان أحيانا بيطلب منه يعور نفسه، وأحيانا كان هو اللي بيقوم بجرحه علشان ياخد منه وجبة الجن بشكل دائم. تخيلوا كان بياخد الجن أو الدم منه علشان يطعمه ويأكله للعفاريت وللجن علشان تتم السيطرة عليه، لأنه من خلال الدم بتاعه بيقدر يسخر الجن أكتر. الولد ده من وقت ما خرج وفي كلام كتير وروايات غريبة جدا ومخيفة جدا عنه. كل الروايات بتؤكد أنه كان طول 28 سنة فاقد السيطرة تماما على أي حتة من جسمه، ولا قادر يتكلم ولا قادر يخرج ولا قادر ينادي ولا قادر يعمل أي حاجة. بيقول لهم مجرد ما خرجتوني بره الحفرة أنا حسيت إن حياتي رجعت ليا تاني وقادر أتكلم. لسه لحد دلوقتي الموضوع قيد التحقيقات، ولسه كمان بيقال إن في أذرع وأشخاص تانية هيتم جرهم للقضية، واللي بلغت بالمناسبة كمان هتدخل في القضية، لأن انت من الواضح انك كنت عارفة ومتسترة على المجرم وما بتقوليش، وعلشان بس انتوا اختلفتوا مع بعض قررت تبلغي عنه. كلام كتير بيتقال كتير ان في تنظيم كمان وفي مجموعة كبيرة من السحرة كان ليهم يد ودخل في السيطرة على هذا الشاب واستنزاف دمه نقطة نقطة علشان يقدموه للجن. تخيلوا معايا 28 سنة جوه حفرة، 28 سنة بيترمي لي أكل في الحفرة، 28 سنة مش قادر أشوف أبويا وأمي ولا أقول لهم الحقوني، 28 سنة إنسان إبليس ممكن يكون عنده رحمة أكتر منه رماني في الحفرة، وكل اللي هو عاوزه مني إني أفضل موجود فيها لحد ما أموت، ياخد دمي نقطة نقطة. علشان كده لما قالوا إن البشر تخطوا الأبلسة وتخطوا الجن وإن البشر حوالينا بقوا حالة مخيفة جدا، الحقيقة هم ما كتبوش.